عيش الكماج او البكاكين في الطاسة او في الفرن بطريقة سهلة وبسيطة. طعمه وريحته بجد تحفة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هعمل النهاردة معاكم عيش البكاكين أو الكماج، وفي ناس بيقول عليه ايه قرص. معايا كيلو ونص من الدقيق منخولين، أحط عليهم معلقة ونص سكر، معلقة كبير، معلقة ونص سكر ومعلقة ونص خميرة. أحط عليهم ايه ربع كوباية مية وأعمل اختبار الأول الخميرة ونشطها. اركنها بقى على جنب ايه 3 دقايق كده و5 دقايق ايه تخمر، وبعدين بحطها على الدقيق. معايا كيلو ونص من الدقيق منخولين، معلقة ونص سكر ومعلقة ونص خميرة، ومعايا كوباية سمنة كبيرة. الكوباية اللي قلبت فيها الخميرة ديت معايا بيها السمنة كوباية كبيرة، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. اي نوع سمنة بقى عندك، سمنة بلدي او اي نوع سمنة انت حباه، ورشة ملح صغيرة يعني ربع معلقة. اقلب بقى السمنة كده مع الدقيق. وطبعا هنعجنه ايه باللبن الرايب. ما عندكيش لبن رايب، هاتي نص كيلو حليب او كيلو زي ما انت عاوزة وروبيه. هو كيلو الدقيق بيحتاج نص كيلو لبن رايب. شايفين الخميرة ما شاء الله اترفعت ازاي؟ سيبتها بس 3 دقايق. ودي خطوة مهمة برضو عشان تشوف الخميرة نشطة او لا. طريقته سهلة خالص، ما فيش فيه اي صعوبة. انا على طول يعني بحب ان انا اعمله في البيت، وبعينه ايه اللي بيفيد منه بعينه في الفريزر. بيبقى طعمه وريحته جميل حلو قوي ومغذي. لو انت مش عايزه تعملي بلبن رايب او كده وعايزه تعملي عيش زي اللي بيتباع بره ده، العيش الابيض، بتعجنيه بميه دافيه خالص ما فيش فيها اي صعوبه. بتعملي بالخميره والسكر والبيكنج باودر، وبتعجنيه ميه تكون دافيه زي العيش اللي بره. بيبقى موجود عندك بقى ايه عيش طري بتطلعيه من الفريزر بيدفيه على طول، بيبقى موجود على طول يعني. يعني الحمد لله العيش ده موجود عندنا على طول في البيت. واحنا بقى في الفلاحين اصلا على طول بنخبز العيش اللي هو الفلاحي. يعني استحالة ان احنا نشتري العيش اللي هو الابيض ده من بره. فالعيش ده يعني معمول ايه بالسمنة واللبن الرايب، ايه ايه بنزود القيمة الغذائية بتاعته. احتجت بس ايه نص كوباية صغيرة كده من المية الدافية، لميت بها العجينة. شايفين العجينة ما شاء الله ملمسها ناعم قوي. واهم حاجة ان ايه انت تعجنيه ما يقلش عن 10 دقايق، عشان تبقى عجينة ايه مطاطة كده واخد ايه مخدوم في العجن. شايفين بيمط ازاي؟ هغطي عليه بقى ايه واسيبه يخمر. ما شاء الله. وبعد ما خمر، شايفين الخمر بتاعه واضح ازاي؟ بجيب بقى طبق كده عليه رشة دقيق بسيطة، وبقطع ايه حجم الرغيف كده قد البيضة، ما يكونش اكبر من كده. بيبقى حجم الرغيف حجمه حلو مش صغير، قد حجم البيضة بالظبط، ما تكبريش عن كده. عملت معاكم العيش ده قبل كده باللبن الرايب والقشطة، ما حطيتش له سمنة خالص. بس الطريقة ديت واللي انا عملته معاكم قبل كده اللي هو بالقشطة ما فيش اختلاف عنهم. فانت اللي متوفر عندك واللي حابة تعمليه اعمليه به. وزي ما قلتلك لو مش عايزة تعملي بلبن خالص او كده وعايزة تعجني بمية، بتعجني بمية عادي بالخميرة والبيكنج باودر والسكر. طبعا اوفر بكتير من ان انت تشتري من بره كده. يا ريت بقى لو انت اول مرة بتشوفي قناتي فضلا منك تنوريني بالاشتراك وتفعلي الجرس، وتعملي لايك للفيديو.
واكتبوا لي في التعليقات بقى ايه رايكم في العيش النهارده. دي ما شاء الله كيلو ونص، قطعوا كميه كبيره على الصينيه السلس والصينيه التانية اللي هي ورا دي. وطبعا ايه لازم ايه نغطيه بفوطه بقى او بكيس او ملايه. واجيب بقى اول ايه التقطيع انا قطعته وهفردهم الاول. انا بحب اعمل معجنات بقى في الارض كده. انت بقى لو حابه تعملي على طبليه تعملي على رخامه في المطبخ، اللي يريحك يعني والايه واللي انت حابه تعملي مكان تعملي بيه اللي سهل يعني عليك. انا بحب اعمل ايه اقعد على الارض كده واعمله براحتي. وطبعا المعجنات بالذات بحب ان اعملها ايه بيكون بالليل مخلصه طبعا اللي ورايا وكده. وبعمل بقى العجينه ايه براحتي يعني تخمر براحتها وتاخد وقتها في الخمر. واعملها بقى ما اكونش مستعجله ان يكون مثلا يكون ورايا حاجه ايه تانية. شايفين السمك بتاعه؟ السمك بتاعه يكون ايه صغير ما يكونش كبير، يعني ايه اقل من نص سنتي كده. ورشه دي بسيطه خالص من تحت ومن فوق عشان ما يلزقش. ودام طبعا العجينه مرتاحه بيتفرد على طول زي ما انتوا شايفين. طبعا بنفض الدقيق وبحط ايه في الصينيه الالومنيوم على طول اللي هتخش الفرن. ما شاء الله حلو قوي وسهل وجربيه متاكده انه يعجبك. بحطه بقى جنب بعضه وزي ما قلت لكم لازم ايه هنسيبه يخمر نص ساعه. بعد ما اقطعه كده اسيبه يخمر نص ساعه. ده طبعا الصواني عندي الألمونيا مش كتير يعني. فحطيته على الصينية اللي السلس اللي قدامي دي والصينية اللي السلس التانية. ففي تحتهم رشة دقيق بسيطة كده عشان ما يلزقش. عشان انا اشيل العيش ده احطه في الصواني الألمونيا اللي هتخش الفرن. يعني الصواني اللي هي مش هتخش الفرن حاطة تحت منها رشة دقيق عشان ايه انا كده كده هشيله تاني احطه في الصواني الألمونيا. فاهميني؟ يعني الصينية اللي هتخش الفرن ما يكونش تحت منها دقيق، ما يكونش العيش تحت منه دقيق. دي تقريبا كانت اخر حاجة معايا. طبعا ما بتعملي الكمية اللي انت عاوزاها ولا قد ما قدرتك. واللي بيفيد طبعا ايه بيتعمل في كيس بتاع التلاجة وبقى بنحطه في الفريزر. يعني انت لو عاملة كمية بتحطي اللي هي طبعا ايه في تاني في الفريزر وبتطلعيه بالسخانية عادي. بيبقى كأنك لسه عاملاه. طبعا كل اللي بفرده بغطيه كده ايه بالكيس وهسيبه يخمر نص ساعة. دي بقت الكمية ما شاء الله هي اتقطعتها كلها فردتها. ولو ما بعملهمش ايه كيس او فوطة هدخلهم ايه في مكان تاني كده واغطيهم برضو. بعد بقى نص ساعة اللي لو انت حابة بقى تسوي في الطاسة او في صينية اي طاسة او صينية عندك بيكون درجة الحرارة اعلى من المتوسط. وما تحطيش العيش الا بعد ما الطاسة تسخن الاول. يعني ما تحطيش العيش والطاسة لسه ايه تكون باردة، لما تسخن بعدين تحطي العيش. ما تكونش عالية قوي لا تكون اعلى من المتوسط كده عشان ما ينشعتش على طول. طبعا انا بقولك لو انت حابه تعملي في الطاسه بس طبعا اسهل في الفرن. ليه بقى؟ لان في الفرن بتسوي كميه على طول. يعني كل فرن كده بولعه بدخل فيه 8 ترغفه. اما بقى في الطاسه بيبقى ايه واحد بواحد كده ايه، يعني بيبقى متعب شويه خصوصا لما تكون عامله كميه فبيبقى متعب ان انت تعملها ايه في الطاسه. في الفرن طبعا نكون معليه عليه على اعلى درجه حراره من تحت ومن فوق. لو انتوا الفرن بيشتغل بس من تحت بتولعي العين من تحت. وبعد كده اما بياخد لون بترفعيه على الشوايه وتولعي بترفعيه على الشبكه وتولعي الشوايه. طبعا عندي شغال من فوق ومن تحت فمولعاهم الاتنين على اعلى درجه حراره. واللي بطلعه على الشبكه بروح طبعا ايه حط ايه واحده تحت عشان طبعا الفرن كده كده شغال. بدخل صينيتين يعني مع بعض. فاهميني؟ وبوريكم برضو للي حابب يعمل في الطاسه. شايفين ما شاء الله اتنفخ ازاي. وحاجة بقى أساسية لازم أول ما نطلعه نعمله مسحة مية كده خفيفة بفرشة بقى أو بخاخة
مية خالص من مية عادية خالص من الحنفية. نمسح وشه كده. ما شاء الله، شايفين بيقب ازاي. دي بقى فاضل ايه تكملة العيش. دي اول شوية سويتهم طلعتهم، بجد ريحته وطعمه حلو قوي. جربيه وانا متأكدة انه هيعجبك. دي طبعا ايه نعمله بقى في فور رمضان بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين. نعمله مثلا في للسحور او كده، بيبقى حلو قوي وحاجة مغذية. شايفين العيش بجد ممتاز، طريقته ناجحة. شايفين شكله بجد حلو أوي، عامل زي القرصة فعلا بالظبط. وشكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.